ساكنة أحياء منطقة سيدي يوسف بن علي والدوديات بمراكش نزلوا للاحتجاج ضد ما وصفوه بالأسعار المرتفعة لفواتير الماء والكهرباء. توسعت الاحتجاجات عشية يوم أمس الجمعة بعد تدخل قوات الأمن في مواجهة حجارة المتظاهرين. احتجاجات الساكنة ترجع أسبابها بالأساس إلى غلاء فواتير الكهرباء، وحسب شهادات المواطنين من قاطني منطقة الدوديات وسيدي يوسف بن علي فإن الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء لم تلتزم بوعودها السابقة. لا راضينا، ما بغاتش تقد معنا، المسؤولين تيجيو تيقول لك تعطيونا 10 الناس، وتنمشيو في الاول تنعطيوهم 10 الناس وتيكذبوا علينا عام و7 شهور، وحنا تيكذبوا علينا ما كاين لا حل لا يديك لا يخليك. حنا من النساء اللي مضرورين والرجال اللي مضرورين في ساكنه سيدي يوسف بن علي، حنا ما كنطالبوش بشي حقوق، اللي خارجين النطاق ديالنا. حنا مضرورين، خرجنا البارح بنا ندويو على حقنا، صدقنا من الاخوات والاخوان تضربوا، وعندنا الاخوان ديالنا واخوات ديالنا اللي هما باقي مقبوتين، ما باقيش عرفنا حقهم فين كاين. إلى ذلك تجيب الوكالة أنها اتخذت إجراءات لتخفيف عبء فواتير الكهرباء للأسر الأكثر فقرا بمنح تسهيلات في الأداء. كما تؤكد الرادمة أن الحوار مع ممثلي السكان متواصل لإيجاد حل لحالات النزاع. بناء على الحوارات البناءة مع ممثل الساكنة بحضور السلطة المحلية، قامت الوكالة منذ مارس 2012 بتفعيل جميع الإجراءات الصادرة في البلاغ ديال الولاية واللي تدخل من الاختصاص ديالها، مما له من وقع إيجابي على فاتورة الزبناء وخصوصا من ذوي الدخل المحدود، حيث أن الوكالة قامت بمنح التسهيلات في الأداء لأكثر من 16,000 زبون وأكثر من 50,000 مصباح ذات الاستهلاك منخفض بثمن جد منخفض، الاستفادة ديال أكثر من 30,000 زبون في الإيصالات الاجتماعية، تخفيض إتاوات الكهرباء ب 50% للزبناء ذوي الدخل المحدود. عناصر القوات العمومية تدخلت يوم أمس لتفريق المحتجين، خصوصا مع ما تعرفه مراكش من ترتيبات أمنية قبيل احتفالات رأس السنة. أما بلاغ وزارة الداخلية فيفيد باعتقال نحو 30 شخصا كانوا وراء أعمال العنف والشغب أثناء هذه المظاهرات.